ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض صينيه كيكه خطيره يا جماعه، حلوه جدا جدا. هنعملها في الخلاط وببيضه واحده ومن غير دقيق، هتبقى جاهزه في اقل من 10 دقايق. طعمها لذيذ جدا جدا وخفيفه جدا وتحفه للناس اللي عندهم مشاكل مع الجلوتين. متاكده لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا. قبل ما ندخل في الفيديو متنسوش تعملوا لايك لو عجبكم واشتراك في القناه. عندي في المكونات كوبايه من الحليب، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه عصير برتقال. عندي كوبايتين ونص من السميد الناعم. زي ما انتم شايفين اختار نوع سميد يكون جودته كويسه. ممكن استبدل عصير البرتقال واللبن، ممكن استخدم كوبايتين عصير برتقال، ممكن استغنى عن اللبن. هنستخدم كمان نص معلقه صغيره فانيليا، وهنتكلم عن الفانيليا بالتفصيل في اخر الفيديو. معلقه كبيره من البيكنج باودر وبيضه واحده بدرجه حراره الغرفه. اول حاجه هنبدا في الطريقه. في الخلاط هنحط كوبايه الحليب بتاعتي وكوبايه عصير البرتقال. هنحط كمان عليهم كوبايه الا ربع من الزيت وكوبايه الا ربع من السكر. قبل ما ابدا في الكيك بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. هحط كمان حبايه واحده بس من البيض، وهحط نص معلقه من الفانيليا. وهبدا ان انا اشغل الخلاط بكل المكونات اللي انا حطيتها دي. هضرب مكونات حلو جدا جدا مع بعض، مش محتاجه مضرب ولا محتاجه اي حاجه، كله في الخلاط مع بعض، مش هتاخد وقت خالص. بعد ما خلصت هضيف بقى كميه السميد زي ما اتفقنا، كوبايتين ونص من السميد، واتفقنا السميد ده حبايته تكون ناعمه مش خشن. واحط بقى معلقه كبيره من البيكنج باودر. وهبدا ان انا اخلط المكونات دي كلها مع بعض برضو في الخلاط، واتاكد كويس جدا انها امتزجت حلو مع بعض. اوقف واشغل كذا مره لحد ما اتاكد ان السميد امتزج حلو جدا جدا مع كل المكونات السائله. دي نقطه مهمه برضو. هجيب الصينيه بتاعتي انا دهنها دهنه زيت خفيفه ورشها بالسميد. هتاكد هنا كمان بالمعلقه برضو ان قبل ما احط الخليط ان كله امتزج حلو جدا مع بعض، مفيش اي حاجه هنا ولا هنا. وهحط الخليط بتاعي ده، السمك بتاعه يا جماعه زي ما انتم شايفين. مفيش اسهل من كده اعتقد، يعني كله مع بعض في الخلاط. هحط في الصينيه مره واحده، مفيش 10 دقايق، اقل من 10 دقايق وكانت جاهزه. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 زي ما اتفقنا. اول ما تحمر من الجوانب هولع عليها الجريل من فوق عشان تحمر. وهتأكد طبعا ان انا ادخل خله والاقيها نظيفه. هدهنها بقى يا اما بمربى، يا اما بحليب مكثف محلى، يا اما بعسل نحل، يا اما ممكن كمان ادهنها بشربات زي ما انتوا عايزين وهي سخنه. هدهن الوش بس مش هشربها. عندي هنا بقى فول سوداني متحمص ومجروش، ممكن نستخدم اي نوع مكسرات انتوا حابينه يعني. هيديها طعم حلو جدا جدا يا جماعه، بصراحه هينقلها نقله تانية بقى. وعندي كمان جوز هند برضو، هرش برضو على السطح مع الفول السوداني. ممكن استغنى عن حاجة منهم لان انا ما بحبهاش، ممكن استخدم الاتنين مع بعض. بصراحة الميكس ده كان طعمه حلو جدا بصراحة. هبدأ بقى ان انا اوزع، اتأكد ان كل القطع خدت نفس الكمية، وايه هنبدأ بقى نقطع مع بعض. انا بصراحة انبهرت بالنتيجة يا جماعة، بجد كانت لذيذة جدا جدا وطعمها كان تحفة من جوه كمان. كانت هشة ومفرولة كده وخفيفة جدا. دي اهم نقطة، خفيفة جدا مهما اكلت منها قطعتين تلاتة. السكر بتاعها مظبوط وخفيفة لانها مش معمولة بالدقيق، فجميلة جدا. الناس اللي عندهم مشاكل في الجلوتين كمان هتعجبهم جدا جدا. تعالوا نطلع مع بعض القطعة يلا بعد ما قطعناها. اهي جميلة جدا ما شاء الله، شكلها حلو جدا. اللهم بارك، شايفين؟ تحفة. السوا كمان مظبوط اهو، من فوق من تحت. شوفوا من جوه بقى، رائع. متأكدة لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. يلا بينا بقى لما تجربوها قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ويلا بينا على الجزء التاني من الفيديو. معلوماتنا النهاردة هتكون عن الفانيليا. الفانيليا تعتبر من أكثر المنكهات شهرة في العالم، وهي ثمرة نبات يسمى الأوركيد. شكلها بيكون شبه قرن الفاصوليا الخضراء، وبيكون لونها أخضر، ولما اللون الأخضر ده بيتحول إلى اللون البني كده تبقى الفانيليا جاهزة للاستخدام. الفانيليا يا جماعة تعتبر تاني أغلى نوع من أنواع التوابل في العالم بعد الزعفران، لأن زراعة الفانيليا صعبة جدا جدا وبتحتاج عدد كبير جدا جدا من العمال. كمان المدة اللي بتاخدها الفانيليا من الزراعة لحد ما تبقى جاهزة انها تتباع في الأسواق بتاخد مدة طويلة تكاد تتجاوز ال3 سنين. أكبر مكان بيغطي 75% من إنتاج الفانيليا في العالم هي جزيرة مدغشقر. ايه بقى اشكال الفانيليا اللي موجودة في السوق اللي انا اقدر استخدمها؟ اول نوع هو حبوب الفانيليا، بيبقى لونها بني. ببدأ ان انا افتحها بالسكينة واطلع بحرف السكينة الحبوب اللي بتبقى جوه القرن ده. دي حبوب الفانيليا بتبقى
طبعا الفانيليا طبيعية واقدر استخدمها استخدامات كتيرة جدا، هنتكلم عنها بالتفصيل كمان في اخر الفيديو. عندي كمان نوع تاني وهو مستخلص الفانيليا. بجيب حبوب الفانيليا وبحط معاها الكحول وبحط معاها ميه، وببدأ ان انا استخرج خلاصة الفانيليا من الحبوب بتاعتها، وده بيبقى مركز جدا طبعا وسعره غالي جدا جدا، وبيبقى لونه بني مايل للذهب شوية. تالت نوع عندي الفانيليا البودر. بجيب حبوب الفانيليا طبعا وبنشفها وبطحنها كويس جدا جدا، بتبقى بودرة ناعمة وبيبقى لونها بني. البودر اللي موجود في السوق اللي هو لونه ابيض ده يا جماعه اللي انا استخدمته النهارده في الفيديو للاسف مش فانيليا، ده عباره عن سكر ونشا ونكهه فانيليا صناعيه مش فانيليا طبيعيه خالص. ايه بقى استخدامات الفانيليا؟ الفانيليا مش بتستخدم بس في الحلويات والايس كريم والكيكات، الفانيليا ليها استخدامات كتيره جدا جدا مهمه. بتستخدم في مستحضرات التجميل زي مثلا شاور جيل والبادي لوشن والبادي سيرم والكريمات، ليها استخدامات كتيره جدا. عندي كمان شركات تجميل عالميه بتستخدم الفانيليا كمكون اساسي في مكونات العطور بتاعتها. عندي كمان الفانيليا بتستخدم في صناعه عدد كبير جدا من معطرات الجو والشموع كمان. الفانيليا كمان بتحتوي على ماده اسمها الفانيلين، ودي مادة ليها خصائص طبية زي انها مضادة للأكسدة، زي انها مضادة كمان للالتهابات، وبتساعد على الوقاية من الكانسر. كمان الفانيليا ليها دور مهم في تخفيف الغثيان. لو انا حطيت نقطتين فانيليا على حليب او على مية بتهدي الغثيان للناس كمان الحوامل. ممكن كمان اعمل كوباية شاي واحط عليها فانيليا، بتقلل من الشعور بآلام وتقلصات المعدة. اتمنى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم، واتمنى المعلومات اللي بنقدمها في الفيديو تكون بتعجب حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، دمتم في رعاية الله وامنه. الى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.